في كندا الصحة العامة مش بس لما تمرض، لكنها كمان متابعة دورية علشان تفضل بصحة جيدة وتكتشف أي مشكلة بدري. في الحلقة دي هنتكلم مع فاميلي دكتور عن الفحوصات الأساسية في التحاليل والتطعيمات اللي لازم نكون واخدين بالنا منها علشان صحتنا تكون أحسن. أهلا دكتور أحمد، عرفنا بنفسك. في البدء أحب أن أقدم الشكر الجزيل لكم لاستضافتي بهذا البرنامج اللطيف، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم بالإجابة. اسمي أحمد الكاظمي، طبيب أصلا من العراق، مقيم في كندا من عام 2002، وأعمل بوظيفة فاميلي فيزيشن طبيب العائلة، وأعمل في مدينة أكتن في أونتاريو طيلة هذه المدة. أهلا بيك، أهلا بكم. نورتنا. أهلا بكم. شكرا. ممكن سريعا تعرفنا بدور الفاميلي دكتور؟ احنا كلنا من باك جراوند عربي، كنا بنروح لأي مثلا لو بطني وجعاني أروح دكتور بطنة، لو رجلي وجعاني أروح دكتور عظام، بس هنا في الفاميلي براكتس، فممكن تدينا كده خلفية سريعة؟ نعم، يختلف النظام الصحي العالمي في كندا عن غيرها من الدول، وخصوصا الدول العربية. أكو مصطلح شائع في بلداننا اللي هو الطبيب العام، الممارس العام، اللي هو باختصار الطبيب خريج كلية الطب ولكن لم يكمل دراسته بأي اختصاص. في كندا ما موجود هذا الشيء. في كندا كلية الطب لما يتخرج من عندها الطبيب، الفاميلي فيزيشن هو اختصاص ضمن الاختصاصات، فلازم يمر به، عبارة عن إقامة تختلف من ولاية إلى ولاية لمدة 2 إلى 4 سنوات، يتخرج بها فاميلي فيزيشن، اللي هو عمليا يقوم بنفس الدور اللي يقوم به الممارس العام في الدول العربية. مهمة الفاميلي فيزيشن يعني تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، لكونه هو المدخل الأساسي إلى الرعاية الصحية في كندا. يعني لا يستطيع أي مريض الوصول إلى أي أخصائي إلا عن طريق الإحالة من الفاميلي فيزيشن. فطبيب العائلة أو الفاميلي فيزيشن هو يكون الواجهة الأولى اللي يلجأ لها المريض، وتقع على عاتقه مسؤولية مثلا تشخيص الأمراض الشائعة اللي تحدث يوميا عند البشر، مثل نزلات البرد، الزكام، الإنفلونزا، التهاب المجاري البولية، وكل هذا. أيضا من أدواره طلب التحاليل من الأشعة وتحاليل الدم وغيرها من الانفستيجيشنز لغرض الوصول إلى تشخيص معين. عادة عمله يكون بصورة عامة، فهو يعني مسؤول عن كافة شرائح المجتمع، من الأطفال إلى المتوسطي العمر، النساء، إلى كبار السن، فالجميع. نعم. ومن عندها من ضمن هذه المهام هو الإحالة إلى الأخصائي. حقيقة وجود هذا النظام اللي يخلي الإحالة إلى الأخصائيين محصورة بالأطباء وبالذات بالفاميلي فيزيشنز قد يكون لها سبب جيد. يعني خلي أعطيك مثال. عامة الناس اللي ما عندهم معرفة بأصول أو علوم الطب، مثلا إذا كان الشخص عنده مرض عصبي لنفرض على سبيل المثال، وبهذا المرض العصبي يؤدي إلى طفح جلدي، فالشخص هذا قد يزور طبيب الجلدية، ولكن أساس المشكلة هي بالجهاز العصبي يحتاج إلى، فلهالسبب يكون تشخيص الطبيب أفضل. طيب يا دكتور، إزاي نقدر نلاقي فاميلي دكتور، وإزاي نقدر نسجل معاه، وهل لازم يكون موجود معانا في نفس السيتي؟ لا، بالحقيقة النظام الصحي الكندي يطلق عليه patient centered، بما معناه أنه يحوم حول المريض، أي أن المريض هو صاحب القرار وصاحب، ما أقدر أقول السلطة، ولكن هو
له اليد العليا، فهو إلى الحق أن يختار أي طبيب في أي مدينة سواء كانت قريبة أو بعيدة عن منطقة سكنه. من ولاية إلى ولاية تختلف الضوابط، لكن عادة في كل بروفنس أكو ويب سايت، أعتقد كونكت كير في أونتاريو، أحد الويب سايتات اللي يلجأوا لها المرضى حتى يبحثون عن فاميلي فيزيشن لهم. أيضا الكولج اوف فيزيشنز اند سيرجنز اوف اونتاريو، اللي هو الموقع اللي هو اللايسنسنج اوثورتيز اللي تنطينا تراخيص العمل، عندها على موقعها اسماء الاطباء، مواقعهم، عياداتهم، ومن اللي يقبل ومن اللي ما يقبل. في بعض المناطق الكوميونتي سنترز تنطي هذه الخدمات، البعض الآخر في المستشفيات، وأغلبية المرضى احنا نشوفهم يذهبون إلى الووكن كلينكس، ومن خلالها يتعرفون على الأطباء أو يسألون عن أطباء جدد. لكن الطريقة الوحيدة اللي شفناها الأنجح باستقطاب المرضى الجدد هم الورد اوف ماوث، صحيح، التزكية من قبل المرضى، جيرانهم، أصدقائهم، معارفهم، والناس بطبعها بتحب تسأل، يعني نعم. كمان يحبوا يسألوا خبرات الناس اللي حواليهم وكده. نعم. بس حتى اكو مرضى عندهم اكثر من فاميلي دكتور، هم من حقهم، ما حد يقدر يقول لهم اي شيء. طب مش الهيستوري المفروض يكون موجود في مكان واحد، ولا كل واحد ممكن يبقى عنده كوبي من الهيستوري؟ لا، المفروض انه يكون في مكان واحد، ولا توجد يعني منظومة للاتصال الالكتروني ما بين الاطباء، ما موجودة. لكن بين المستشفيات وبين الدكاترة، يعني لو المريض دخل المستشفى، نعم، الريبورت بيروح لمين؟ يروح إلى الفاميلي دكتور. عندما يدخل المريض إلى المستشفى يسألوه عن اسم الفاميلي دكتور، اوكي، وعند التبليغ جميع التحاليل والفحوصات والريبورتات تنبعث إلى الفاميلي دكتور، لازم حتى يكون على علم أو اطلاع بها. بالنسبة لموضوع الريفيرال، يعني برضو احنا يعني الناس برضو مش فاهماه قوي، يعني عايزين نتكلم عليه اكتر شوية. طيب. يعني هل كل حد بيجي بمرض زي الديابيتس او مثلا هارت بروبلم بتحوله للسبيشالست، ولا في علاج مبدئي وبعدين لو في كومبليكيشن بتحوله للسبيشالست؟ لا طبعا، هي في درجات ومراحل للعلاجات، فاحنا من خلال الاختصاص مالتنا عندنا المفروض أنه تكون عندنا معرفة شاملة بمعظم الأمراض. أيوة. إلى حد معين اللي احنا قادرين على استيعابه، وإذا كان خارج عن قدراتنا كأن حالة تحتاج إلى تداخل جراحي، يعني أو حالات تحتاج إلى عمليات قسطرة أو أشياء أخرى بالقلب، في هذه الحالة احنا نسوي اللي علينا وبعدين نبعثها. الطريقة تكون كالآتي: الأخصائي لازم احنا نحضر له الحالة بطريقة مقنعة، وأنه احنا سوينا الفحوصات الأولية، احنا نوفر الوقت والمجهود على الأخصائي حتى يعرف أنه لا يبدي من الصفر ويضيع وقت بالتحاليل. احنا سوينا الاشعه، سوينا تحاليل الدم، هذا هو اللي طلع عندنا، حضرتك الان تاخذ. نعم، وهكذا. فبعض الامراض الجلديه مثل الاكزيما والحساسيه العاديه اذا حلناها الى الطبيب المختص قد ياخذ وقت، في حين احنا نقدر نعالجها. لكن اكو حالات اللي هي تتطلب ادويه اكثر تعقيدا، وعلاجات متوفرة فقط عند الأخصائي. وبعد ما يعني بعد ما الفاميلي دكتور يحول للأخصائي، نعم، يرجع تاني بقى يتابع مع الفاميلي دكتور. نعم، الشيء اللي يصير هو كالآتي كبروتوكول: احنا نبعث إلى الأخصائي بطلب رأيه. اوكي. فالأخصائي يقوم بالتشخيص والعلاج، ومن ثم هو ملزم أن يرجع للفاميلي دكتور تقرير
تقرير عن رأيه مم. بالحالة وما ينوي عمله بالعلاج، أو يطلب من عندي تكملة العلاج فينطيني التعليمات. بالظبط. هذا هو اللي البروتوكول. فمرات المريض ما يرجع للأخصائي، يرجع إلى الفاميلي دكتور لأنه ما يقدر يحصله مثلا، أيوة. فيرجع إلى الفاميلي دكتور ويسأله هو ايش صار، ما يعني ماذا قال الأخصائي. أي. طب وإيه الفحوصات اللي إحنا لازم نعملها دوريا كل قد إيه، وبتختلف من سن لسن؟ وبتختلف من ولاية إلى ولاية، وبتختلف من دولة إلى دولة. yeah. سابقا كان إلى حد عمر 40 سنة ما مطلوب من أي شخص أن يعمل أي فحوصات إلا إذا كان هناك أمراض معينة بالعائلة أو أكو أعراض فاميلي هيستوري، في أي فاميلي هيستوري أو أعراض معينة اللي تتطلب. لكن على العموم هذه تعتمد حسب الأعمار والحالات. عندنا تقريبا من عمر 18 سنة إلى عمر 39. هذه المرحلة اللي مثلا ندور بها ونسأل حسب الهيستوري إذا يحتاج سكرينينج للسكشوال ترانسميتد ديزيزز مثلا. الضغط متابعته، السكر عند بعض الأشخاص اللي عندهم يعني فاميلي هيستوري بعد عمر 40 إلى 50. الآن أونتاريو عملت أنه في عمر 40 فما فوق للنساء الحق في طلب الماموجرام اللي هو فحص الثدي للصدر. هم اللي يطلبوا. نعم هم اللي يطلبوا، سمحوا لهم. سابقا كانت لحد السنة الماضية أعتقد كانت 50 سنة وفوق لازم الفاميلي دكتور هو اللي يسوي الإحالة وكل سنتين. الآن 40 سنة وفوق سمحوا وكل سنتين يقدر يتكرر التست. نعم. أيضا تحاليل السكر أو الكوليسترول هذه من ضمن الأشياء اللي عادة احنا يعني بالفحص الدوري نعمله تقريبا كل سنة أو سنتين للأشخاص الطبيعيين وهو مغطى. طيب دكتور، بالنسبة للأمراض المزمنة زي السكر زي الضغط، مين المفروض بيتابع بيشوف يعني بيتابع الموضوع ده مع المريض؟ هل الكلينيك بتاعت الفاميلي دكتور ولا المريض هو اللي المفروض بيتابع كل فترة معينة؟ حقيقة هذا الموضوع يعتمد على عمق العلاقة ما بين الفاميلي دكتور وما بين المريض، لأنه هو يتطلب تعاون مشترك بين الاثنين. يعني احنا غير قادرين على متابعة هؤلاء المرضى إذا ما كانوا هم ملتزمين ومتعهدين بأنه يجون على المواعيد اللي احنا ننطيهم اياها. يعني بيبقى في مواعيد مسبقة؟ يعني نعم. احنا اللي نسويه مثلا في مرض السكري واللي هو مرض العصر، وهو مرض شائع جدا وده يزداد بنسبة كبيرة في كندا وفي بقية أنحاء العالم، هذا إلى يعني أسباب تتعلق بتقدم الحضارة وسهولة الحياة وقلة الحركة عند البشر وتوفر الطعام. نجيبهم تقريبا كل 3 أشهر ونسوي لهم الفحوصات الطبية حتى نشوف مستوى السكر عندهم والكوليسترول وغيرها، وأيضا نتحدث عن نمط الحياة ونشوف وزنهم إذا كان متغير أو الضغط أو كل شيء. في الأمراض المزمنة نعم لما يطلع المريض من عندنا نقول له احجز حتى تجي للمرة القادمة بعد 3 شهور. نعم. بالنسبة يعني الكفرج هنا في كندا يعني احنا هنا عندنا الأوهب اللي هو التأمين الصحي هنا، دي طبعا ميزة حلوة جدا في كندا، وناس كتير تقدر يعني تجد بنفيت منها، لأن مش كل الناس يعني تقدر تكفر الدواء بتاعها وكده. عايزين نعرف بسرعة كده ونعرف الناس ايه الحاجات اللي كفرد في كندا، الخدمات اللي الطبيب بيقدمها تبقى كفرد في كندا للبيشنتس. نعم بالحقيقة الخدمات المجانية اللي تقدمها كندا في مجال الرعاية الصحية هي يعني إحدى الأشياء اللي تتفاخر بها كندا صح. ما بين الأمم، وهي نقطة استقطاب للمهاجرين من جميع أنحاء العالم. فهي جيدة من ناحية
لأن الإنسان يشعر بالأمان بالظبط. عند توفير الحماية الصحية له مجانا، بس بالوقت الآخر لها أيضا أشياء سلبية لأنه ممكن أنه يساء استخدامها. بالظبط. نعم، على العموم تقريبا معظم الأمراض الشائعة والمزمنة هي مغطاة مع التحاليل، مع الأشعات، كلها تقريبا مغطاة، ما عدا بعض الأشياء اللي هي الحكومة لا تعتقد أنه هي أشياء أساسية، لكن لكوننا في بلد من العالم الأول يعطي المريض الحق في صحته، فقد يطلب المريض أشياء غير منطقية، فالدولة تقول خلي يدفع فلوسها. على سبيل المثال اكو تحليل دم للPSA اللي هو البروستات كانسر، هذا بالحقيقة التحليل ما يشخص البروستات، هذا يستخدم من قبل الأخصائيين للمرضى اللي عندهم بروستات كانسر حتى يشوفون كيفية سير العلاج. عامة الناس يطلبون هذا الفحص، يقول أنا أريد أسوي، الدولة ما تغطي. اوكي. الآن السوشيال ميديا تدعي بموضوع الفيتامين دي وتأثيره على الفيتامين دي هو مو من ضمن التحاليل الطبيعية اللي نطلبها، لكن الناس دا تطلبها، فأيضا الدولة ما بنشوفش الشمس يا دكتور. ما بنشوفهاش. كل الناس عندها deficiency في الفيتامين دي. انتوا هذا ما تعتقدوه، لكن بالحقيقة جسم الإنسان هو أعظم وأعقد self-regulated system. جسم الإنسان قادر على تصنيع أي شيء ينقصه، وقادر على الاحتفاظ بالمعادن اللي تنقصه، وحقيقة جسم الإنسان يعني من المعجزات أنه قلة الطعام تفيده أكثر من كثرته. كل شيء اللي إحنا نتناوله وخصوصا الأشياء اللي تنمو على الأشجار بيها كل الفيتامينات والمعادن اللي ترديها. فيتامين دي نعم يتكون بالشمس، بس موجود في أكل السمك وموجود في أطعمة وأغذية أخرى. فهذا هو يعني ما أشوف بأنه أساسيات هي بس مجرد معلومات دارجة كده، الناس البشرية عندك فيتامين البشرية عاشت لآلاف السنين واحتمال أكثر بدون أدوية، بدون فيتامينات، كانوا زي الفل، بدون تمام، كانوا زي الفل. هذا رأيي. عمود واعرف عملوها ازاي. طب بالنسبة للأدوية، الحاجات اللي كفرد كده عايزين برضو نتكلم فيها بسرعة. نعم، احنا كأطباء كفاميلي فيزيشنز ما نتعامل مع هذا الموضوع بكثرة، انتم الصيدليات اعلم بهذا الموضوع، لكن بصورة عامة عندما يدخل دواء جديد الى الساحة، شركات الأدوية تعرض هذا بمقابل مبلغ لغاية ما يتم التصديق عليه من قبل الحكومة حتى دا يتغطى بعد أن يوافقون على صناعة الجينيريك اللي هي النسخ المشابهة له. فهذه بين فترة وفترة تتغير، ولكن بصورة عامة الحكومة مغطاية أكثر من 90% من الأدوية العادية اللي يحتاجها الأفراد، والشركات التأمين أيضا تتكفل الباقي. اي نعم، تتكفل بالباقي. الحكومة بتكفر الناس اللي هم فوق ال 65. نعم. وفئة الشباب أيضا، فئة الشباب لحد 24 which is نعم. amazing. اي يعني نعم، هذه استحدثت العام أعتقد. نعم. نعم. بالنسبة للتطعيمات، ايه برضو الريكومنديشنز للتطعيمات المفروض نعملها، وبرضو في انهو سن؟ نعم، في التطعيمات الشائعة اللي هي خارجة من منظمة الصحة العالمية، وهذه تشمل فئة الأطفال اللي هو لشهرين 4 أشهر و6 أشهر، وأكو بالسنة والسنة ونص،
وعمر 4 إلى 6 سنوات أيضا، وهذه أيضا في حالة تغير. لكن الأمراض الخمسة الرئيسية القاتلة شلل الأطفال والحصبة والهذه جميعها تكون مغطاة من هذه الناحية. بعدين عندنا في فئة الشباب اللي هو التتنس القزاز أيضا، والناس اللي تجي وتصير عندها حوادث قطع أيضا ننطيها هذه أبرة تدرس. القزاز كل 5 إلى 10 سنوات. الآن بدأوا ينطون التطعيمات للتين ايج، ذكور وإناث، على الهيومن بابيلوما فيروس. وكبار السن كندا من الدول اللي دا يزيد بها نسبة كبار السن، وبالتالي هم يحتاجون إلى تطعيمات أكثر، فدا يستحدثون بعد عمر 50 سنة وال65 سنة اللي هو شينجلز، الحزام الناري، وأيضا تطعيمات اللي هو النيمونيا ذات الرئة والمننجايتس وهالأشياء. وأيضا هي في حالة تغير وتختلف الانديكيشنز مالتها من شخص لشخص. دكتور، كنا ابتدينا نسمع مصطلح رابيد كلينيك، نعم. والرابيد كلينيك دي ابتدت تظهر تقريبا بعد الكوفيد بشوية، فرأي حضرتك ممكن تشرح لنا الرابيد كلينيك دي دورها ايه، وهل فعلا هي مفيدة تحل مشكلة، ولا لازم برضو نستنى السبيشالست؟ نعم، الرابيد كلينيكس هي مجموعة عيادات استحدثت من قبل حكومة المقاطعة، والسبب هو بسبب التراكم اللي صار بالهيلث كير سيستم. يعني ده في أونتاريو بس، مش موجودة في كندا كلها؟ ما عندي علم في بقية كندا، لكن في أونتاريو هذا اللي صار. وهذا أيضا هو أحد يعني الأسباب كون النظام الصحي في كندا فري، لأنه هذا دفع الناس حتى اللي ما عندهم مرض أنه يجون على الطبيب ويأخذون من وقته ويأخذون من الريسورسز، فأدى إلى تراكم وتأخير في زمن الإحالات. فالحكومة كحل استخدمت هذه الرابيد أكسس كلينيك اللي هي للأشياء اللي تعتبرها أساسية، من ضمنها موضوع الإدمان وموضوع الأمراض النفسية والعقلية اللي هي لها ثقل ووزن كبير في المجتمع الغربي وبالذات الكندي، ومنها أيضا أمراض المفاصل. هذه هي بالحقيقة هي تعمل مثل الفلتر. يعني لو استلمت هذه العيادة 10 مرضى عندهم ألم في الظهر وهو جدا شائع، هذه العيادة تستطيع أن تقرر منو من هذولا اللي عندهم اللي احنا نسميه عرق النسا، اللي هو العصب المضروب، هذا يسرع. في حين الشخص اللي جاي بألم ظهر بسبب عضلي ما عنده أعراض تدل على يعني اضطراب عصبي أو بالديسك، فهذا ممكن ينتظر أو يحال إلى العلاج الطبيعي أو غيرها. بيسرعوا البروسيس ان هم يشوفوا السبيشالست علشان نعم. كل هذا اللي دا يصير الغاية من عنده سحب الزخم المتزايد على السبيشالست، على المستشفيات المستشفيات والطوارئ. أوكي. نعم، أصلا وظيفة الفاميلي فيزيشنز الأساسية هي سحب الزخم عن المستشفيات، لأنها غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة. وهذا كان أحد الأسباب اللي أدت إلى أزمة لما صارت كورونا وسدت العيادات، صار زخم على المستشفيات، اضطروا يخففون. نعم. بس الرابيد كلينيك ما بتاخدش كل الحالات، مش اي حاجه نقدر لازم عن طريق الفيزيشن، لازم عن طريق فيزيشن، وليست كل الحالات، مش كل يعني حاجات نفسيه، حاجات معينه. نعم، الامراض النفسيه والعقليه، الادمان اكثر شيء ايضا، والمفاصل اكثرها. نعم. الالام. بالنسبه للدكتور بيشنت ريليشن شيب بتبقى عامله ازاي يعني؟ يعني هل يعني ممكن اتكلم بصراحه؟ مش قوي، بتبقى لطيفه، بتبقى ستريسفul، في معاناه الدكتور، في حاجات طريفه مثلا، يعني ايه الموضوع؟ طيب، بصوره عامه تغيرت نظره الناس الى مهنه الطب.
وإلى الطبيب. يعني لم يعد علم الطب محتكر على الكهنوت الطبي. خرج طلع على شات جي بي تي. خرج إلى العلن حال جميع العلوم الأخرى. فأصبح الشخص العادي عنده معرفة بسيطة بالعلوم الطبية. فإحدى الأشياء اللي إحنا يعني أو المعاناة اللي إحنا نعاني من عندها هو أنه المريض يجينا قاري عن مرضه، يتوقع بأنه هو فاهم، مشخص نفسه بنفسه. نعم. ويفرض علينا ما هو يشوفه صح. وهو يعرف بأنه النظام والقانون في كندا يدعم الطريقة اللي يعمل بها النظام الصحي في كندا، أنه المريض هو صاحب الحق باتخاذ القرار. نعم. فعلى الطبيب أن يقنع أين مصلحته، ولكن إذا الشخص ما اقتنع وأصر على الخطأ، أيضا الطبيب مسؤول وما المفروض يساعد على هذا حتى الشيء. لو المريض ده حد كبير مش طفل، يعني إزاي يدوله إذا هذه هي المشكلة والسترجل والمعاناة. سابقا كان المريض يأتي إلى الطبيب يطلب المشورة والنصيحة وكان يخضع. الآن لا، مع وجود هذا التطور، وهذا بدأ أوضح أكثر بالجيل الجديد. نعم، اللي يعتمد أكثر على المعلومات اللي يجمعها. الجيل القديم أقل استغلال واستثمار لهذا الشيء. فالجيل القديم إحنا عادة نجد وياهم راحة أكثر. ما فيش هنا إخلاء طرف، إخلاء تمضي كده، أو هو يمضي إنه هو موافق على مسؤوليته إنه يعمل الكلام ده، وأنت إحنا نضطر في بعض الأحيان إلى أنه نخلي المريض يوقع أو نثبت الحالة بأنه المريض طلب هذا. طبعا إحنا حسب قسم هيبوقراط إحنا ما ممكن نوافق المريض على أي شيء لأذيته. لكن لو اجى الشخص، يعني أعطيك مثال، لو اجى شخص وأصر على أنه هو عنده التهاب اللوزتين اللي سببها بكتيريا معينة اسمها ستريب ثروت، وهو يطلب أنتيبايوتيك، وهذول كثر من عندهم، فأني عندما أفحص أبلغ أنه أنا لا أعتقد هذا الشيء. فإذا كان أصر على المضاد الحيوي إذا أعطيته إياه أنا ما راح أذيه، راح أعطيه إياه وراح أبلغه بأنه أنا ما أعتقد هذا المضاد الحيوي. لو ساءت الحالة، أنا أنصحك أن لا تأخذه. لو ساءت الحالة وبدأت تظهر عندك الأعراض الآتية، فتقدر مثلا تستعمله في محاولة إلى أنه يعني تخفيف الاصطدام، لأنه مهما فعلت هذا المريض جاي برأس شيء حياخذه، وإذا ما أخذه حيروح على عيادة ثانية من حقه أنه وياخذ. وخصوصا احنا متعودين كمان في البلاد عندنا ان احنا اي دواء ممكن ناخده من الصيدليه عادي. حضرتك باسم يعني ممكن تدينا الكرتونه. في الدول العربيه يتم صرف المضاد الحيوي، نسبه صرف المضاد الحيوي في الدول العربيه من امهات البيوت اكثر من بالظبط. بالظبط. انا عايز الدواء بتاع جارتي اسمه يا بس يا تش العلبه الزرقاء دي. طيب اخر سؤال بقى، احنا عايزين موقف طريف حصل لك مع بيشنتس. نعم، هو هذا بالحقيقه هذا الموقف ما انساه. هم كانوا كابل، زوج وزوجته، وكانت هي اللي مريضه، وكان عندها حاله اللي هي التهاب بالفك. اوكي. وهذه الحالة تتطلب أنه يعني من عندها أنه تتخذ بعض الإجراءات لراحة الفك، من ضمنها عدم مضغ العلكة أو أكل حاجة ناشفة. نعم. ومن ضمن
التعليمات اللي يعني اعطيت اياه، طلبت من عندها انه تقلل من الكلام او الثرثره قدر الامكان. حساسه جدا دي. إيه. ده مستحيل. انا حقيقه انا بس مجرد قلت هذا الموضوع ما حسيت الا زوجها قام من مكانه، اجى علي حضني الله يبارك لك. وشكرني، قال لن انسى فضلك. جميلك ده على على راسي. حضرتك دلوقتي اديت افكار لناس كتير جدا. نورتنا ميرسي خالص خالص يا يا دكتور. دكتور. الله جدا يخليك، يا شكرا دكتور. جزيلا، ميرسي. شكرا على حسن الضيافه، واتمنى لكم دائما الموفقيه. ميرسي شكراً. لحضرتك واتمنى خالص ان خالص. اكون جاوبت على الاسئله بالطريقه اللي لا احنا استفدنا كتير. جدا. الله ميرسي يخليك. خالص. ميرسي خالص يا Thank دكتور. you. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. صحتك مسؤوليتك، والمتابعة مش معناها إن في مشكلة، بالعكس دي أكبر خطوة للوقاية. لو ما عندكش فاميلي دكتور دور من دلوقتي. نشوفكم الحلقة الجاية.